مشاهدينا، آيات الحجاب في القرآن نزلت بسبب التحرش الجنسي في مدينة رسول الله، والمسلمات الحرائر والجواري كن يقضين حاجتهن في الصحراء، وكان يتعرض لهم الشباب يتحرشوا بهم في عهد الرسول لفظيا وجسديا. بالطبع هذا ليس كلامي، تلك كلمات صادرة من مستشرقين أو أعداء للدين، بل من أحد الإعلاميين، ليس صادرة هناك لكن صادرة من أحد الإعلاميين المحسوبين على النخبة المثقفة، والتي أثارت جدلا شديدا في مصر لما تضمنته من إساءة بالغة. لم يقتصر التجرؤ على الدين على تلك الأوصاف، بل أن أحد الإعلاميين أيضا طالب بمعاقبة رجال الشرطة الذين قاموا بالقبض على المجاهرين بالفطر في نهار رمضان لأنهم من وجهة نظره خالفوا الدستور والقانون. كذلك تصريحات وزير الثقافة الشهير بجواز تجسيد الأنبياء والصحابة في الأعمال الفنية والدرامية. إذن ما السر وراء تلك التصريحات المسيئة؟ لماذا يقف الأزهر وغيره من المؤسسات الدينية الرسمية صامتا؟ هل من قبيل الموافقة أم أنه يخشى غضب تلك النخبة؟ تتصاعد الدعوات يوما بعد يوم لتجديد الخطاب الديني، لكن يبدو أن بعض الإعلاميين تصوروا أنهم المعنيون بهذا المطلب. إبراهيم عيسى صحفي وكاتب ومقدم برامج ومحلل سياسي، والجديد فقيه ديني. في برنامجه الرمضاني الذي يقوم فيه بدور مدرس يقوم بتلقين التلاميذ خلاصة أفكاره وتحليلاته، توصل عيسى إلى نظرية جديدة تفسر أسباب نزول آيات الحجاب. الآيات نفسها نزلت بسبب حوادث تحرش. تحرش إيه؟ حوادث تحرش جنسية. فين؟ في مدينة رسول الله. وقبلها أكد عيسى عدم حرمانية تناول الحياة الخاصة، مستشهدا بما قال إنها آيات قرآنية تتناول ما سماها مؤامرات قامت بها نساء النبي ضده. القرآن نفسه بيحكي لنا فيه لما نساء النبي بيعملوا مؤامرة عليه إنه لنساء النبي وسيدنا محمد يطلقهم ويهجرهم. ده في القرآن، ده احنا بنتعبد بهذا الكلام. أمان الخياط المذيعة المثيرة للجدل اشتهرت بأحاديثها التي تتناول شؤونا دينية خالصة. في إطار حديثها عن المستقبل الوردي لمصر في عهد السيسي، تؤكد الخياط وجود آيات تتحدث عن مصر الموحدة إلى يوم الدين. أنا قدام عيني طول الوقت إن اللحظة دي 3/4 بتاع ربنا. ليه؟ لأن هو اللي قال على لسانه في كتابه المقدس في القرآن الكريم إن البلد دي في رباط إلى يوم الدين. أما منتقدو السيسي كثيرو الجدل في رأي الخياط فشبهتهم بجدال سيدنا موسى مع ربه. ارجعوا اقروا قصة سيدنا موسى كده وكل علاقته بربنا، وهو الرسول الوحيد المصري اللي طبيعته شبهنا وشخصيته زينا، وازاي يعني فضل يجادل انه عايز خلي هارون اخي يساعدني. هو الرسول الوحيد اللي طلب المساعدة من اهله فخده اخوه وكرم اخوه، هذا الرسول المصري. وهو بس اللي قال له كلمني، قال له انا ربنا كلمك؟ قال له كلمني زيكم كده بالظبط. طالما هاجم الإعلاميون ما قالوا إنها عمليات تكفير تقوم بها التيارات الإسلامية، لكن أمان الخياط لم تجد غضاضة في إخراج من يخالفها في الرأي من الملة. عندي هنا رسالتين، رسالة لأتباع هؤلاء الشيوخ عشان لازم إحنا نعمل اللي علينا عشان يوم القيامة لما نتحاسب لازم يعرفوا إن هم خرجوا بره الملة. أما جابر عصفور وزير الثقافة فأطلق فتوى مفادها أنه ليس هناك ما يمنع من تجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية. فيما يتصل بالأفلام، أولا فيما يتصل بموضوع الأنبياء في السينما، هذا موضوع لم يأتي به لا نص ديني ولا نص قرآني ولا نص حديث ولا حتى سنة. هذا يسمى فقه المستحدثات. وبعد انتشار ملصق الصلاة على النبي، اتفق الإعلاميون على خطورة الملصق وضرورة مواجهته بقبضة حديدية. أيوة بستنكر، وأيوة قرفان، وأيوة بستهجن، وأيوة بقول لأجهزة الدولة أنها تقيم القانون. هذا ممنوع، ممنوع هذا اللعب في هذه المناطق من هؤلاء النصابين القتلة، كمان ما بقوش مجرد نصابين، قتلة.
هذه الظاهرة لم تعد مستهجنة بعد أن وصلت إلى أعلى المستويات وتجسدت في كلمة تنصيب السيسي الذي اعتبر أن الكلمة المأثورة تفاءلوا بالخير تجدوه أمرا إلهيا. إن كل تفاؤل بمستقبل هذا الوطن، ولكن الله الذي أمر أن نتفاءل بالخير نجده دعانا إلى العلم والعمل، إلى الوحدة والتضامن، إلى التوكل. ينضم إلينا في استوديو مصر الليلة للحديث في هذا الموضوع الدكتور محمد الصغير وكيل لجنة الأزهر والأوقاف